اليوم قصة جد مرعبة، قصة حقيقية وقعت واحد العائلة واحد الدار جديدة شراوها. فلذلك اللي عمره قرب 16 عام يخرج من الفيديو. قصة مصالحاش كترعب، تخلي الناس اللي يسمع لها يبقى فايق متديهش عينه. فلذلك القلب ضعيف ولا عنده شي مرض مزمن يخرج من هذا الفيديو وما يسمع لهش. نبداو القصة مور الانترو. معكم عصام، عندي 41 سنة، خدام في الكوميرس والحمد لله الحالة العائلية مستقرة، مزوج وعندي 3 ولاد. كنا أنا ومراتي وولادي نحلم نسكنو في شي حي راقي كام بعيد على الصداع. حنا كنا نسكنو غير في حي شعبي، ولكن ما كناش مرتاحين فيه حيت عامر بالصداع والمشاكل. هادشي اللي خلاني نبدا نقلب على دار اخرى باش نسكنو فيها. قررت باش ما نبقاوش نسكنو في لي زابارتمون نشري دار حرة تكون في السونتر فيل. عارف الثمن ما يكونش رخيص، ولكن انا مسوقش للثمن، كان مهم عندي هو نحيدو من داك الحيش اللي ساكنين فيه. واحد النهار في الويكاند ما كنتش خدام، خرجت انا ومراتي وولادي نقلبوا على فيلا في السونتر فيل. لقينا واحد الدار زوينة والناس باغيين يبيعوها، كانت كبيرة ومشمشة جات في السونتر، حتى الثمن كان مناسب. الدراري فرحوا بها بزاف، تماطي كانت راشقت لها بالدار. انا زربت على السمسار ومشي وسنينيا وعطيتهم الهربون، قلت لهم من 3 ايام نكمل لك فلوسك، ولكن نعطيك ماكسيموم 2 سيمانات باش تخرج من الدار، لحقاش نساليو الرحيم في الدار الاخرى. السمسار شاف فيا وقال لي عندك الزهر، عندك الزهر لقيت بحال هادي. انا كنت نشوف الدراري وهما فرحانين وتا مرتي عجاب بحال الحال. مو 2 سيمانات بدينا نقلو في الرحيل، صافي هزينا كاع الرحيل وجبناه. 3 ايام الاولى دازت عادية، كنا فرحانين بزاف، ولكن في الليل الرابع فقت على صوت بنتي وهي تغوت، كانت تقول عتقيني يا ماما عتقيني. مشينا نجريو لبيتها، دخلنا لبيتها لقيناها فحال هيستيرية وكترعد ولحمها بارد تلج بحال الموتى. مشات مرتي تجري للكوزينة، صايبت الماء والسكر وجبتو لها باش تشربو، وفعلا غير شرباتو بدات كتفيق. نقول لها شنو واقع، علاش كتغوتي بحال هكا؟ قالت لي بابا انا نوض باش نشرب الماء كان فيا العطش. ومن جيت خارجه من الكوزينه بانت لي واحد المرا كتطلع عليا من الصالون، كانت مخبيه غير راسها اللي يبان. شويه بدات جايه من جهتي، انا جمدت في بلاصتي وتخلعت، كانوا عينيها خارجين يخلعوا وشعرها نص فيه ما كاينش ونص الاخر بحال محروق. مبقيتش قادره نشوف فيها، هربت وجيت للبيت تخبيت، بقيت متكيه في فراشي، ولكن خيالها باقي يبان لي من تحت الباب. شويه بدات تدق عليا وبدات تعيط لي بسميتي، سلمى. كتقول لي حل يا سلمى. انا ديك الساعه كنموت بالخلع، حتى صوتي مشالي بقوه الخلع. من بعد ما بقيت نسمع والو نوض حليت الباب ما لقيتهاش. انا كنت مصدومه بهداك الشيء اللي وقع، قلت راني غير نتخيل. من رجعت لفراشي باش الناس لقيتها طلعت لي من تحت الفراش. ديك الساعه من شفتها قريبه لي بغيت تشدني نبدا نغوت وعيطت لكم فيها. قلت لها بنتي برك نتفلاي، انا عندي الخدمه غدا، واش من حلمتي بغيتي ديرينا فيها فيلم هندي ولا شنو؟ سلمى بدات تحلف ليا والله ما نكذب عليك بابا، انا كنت فايقه واش تتابعيني. من شافتني ما تقتش بيها، بدات تبكي. مرات لي قالت لي خليني معها شويه، خرجت وخليت سميره معها، بقات معها شي نص ساعه حتى نسات. وطلقت عليها القران في بيتها وعاد خرجت من عندها. مشينا دخلنا للبيت وتفاجأت باللي ولدي فؤاد ملي دخل علينا قال لي بابا واش سلمى غادي تموت؟ فؤاد كان يلاه دري صغير باقي عنده 4 سنين. سميرة قالت له علاش كتقول هكا ولدي، راه اختك غير حلمات وصافي. شت فؤاد قلت له صافي روح تناس مع اختك تخليهاش بوحدها. قال لي يلاه وصل معايا. فعلا مشيت وصلته، لقيت بنتي الثالثه ناعسه بحال الملايكه. قلت له يلاه سير تكا ورجعت للبيت. كنا نهضر، قالت لي بشويه على البنت راها باقا صغيره
وما تعرفش علاش دويتي معاها بحال هكاك. انا نقول لمرتي انت عجبك هاد الكذوب، راه غتكذب علينا. قلت لك صافي غير حلمات، علاش جالسه تغوت تما وسط الليل وهي تقول لي حلمات، وهي تقول لي حلمات. انا كنت غادي نموت بالخلعه وهي تعاود لينا، وزيد هي راه شافت هذاك الشيء بعينيها على ما تقول. اللي تاكدت بلي ما كتكذبش ملي لقيت كاس ديال الماء طايح في الصاله ومهرس. عصام انا بديت كنخاف، قلت لها واش نقول لك راني خدام غدا راني عيان. جبت لي في الصباح ولا جالسين في الطابله كنفطرو، كنتي سالمة تشوف كاع في القنوت الدار ومركزاش معانا. نتصالح معاها ونضحك مع بنتي ياماك باقي. قلت لها ياماك باقي تشوفي هداك الشيء من الحلمة ديال البارح. قالت لي بابا علاش ما بغيتش تثق بيا، والله ما كنت ناعسة البارح، كنت فايقة نهضر مع صحاباتي. شدت فيها قلت لها صافي صافي، خوتك مازال صغار جالسين معانا في الطابلة. مرتي سميرة ما بغاتش تسكت، قلت لها واش تقدي توصفي لنا هاد المرأة اللي شفتيها البارح. قالت لها كانت مرأة طويلة شعرها نص فيه ما كاينش وعينيها خارجين، وكتشوف فيا راسها مايل خطرة جهة اليمين خطرة جهة اليسار، لابسة عباية كحلة وعريضة بزاف. هذيك اللحظة ردت البال لبنتي الأخرى منى، كانت في عالم آخر، كانت تغني ممسوقاش لينا وبس تلعب في شعرها. المهم ما ركزتش معاها، نزلت ومشيت للخدمة. كانت عندي خدمة بزاف هذاك النهار، رجعت حتى ل11 ونص تاع الليل. جيت طالع لقيت الضوء ديال الدروج مقطوع، بديت نقلب في الشكر على التليفون ديالي باش نجبدو نضوي به. تليفوني تبلونطا عصبني مبغاش يشعل الفلاش. صافي بقيت طالع تيبان لي شي واحد موقف في الدروج، مكانش يبان لي مليح الملامح ديالو، ولكن داك الضو اللي داخل من الزنقة ضرب فيها وبانت لي مرا ماشي راجل كتخلع، شعرها محروق كتشوف فيا. من بعد التليفون تقاد شعل الفلاش، ضربت من جهتها مبقاش كتبان. بديت نكدب في راسي وكنقول شنو عاود تاني، وليت بحال بنتك. فيق عصام. دخلت للدار وما هضرتش ليهم كاع على هداك الشيء، ما هضرتش. دخلت للدار وما هضرتش ليهم كاع على هداك الشيء، جلسنا نتعشاو. سلمى بنتي بقات تشوف فيا بحال باغا تقول لي شي حاجه. قلت لها مالك يا بنتي باغي تقولي لي شي حاجه؟ قلت لي لا بابا ما كان والو، انا شبعت باغيه نوض. قلت لها جلسي كملي ما قلتك. عاوتاني شفت بنتي منى كانت جالسه وكتندم ومسوقاش لينا. كاع كملنا العشاء ونضنا باش ننعسو. عاوتاني فقت على صوت الغوات، لكن هاد المره على صوت مرتي. قالت لي جري يا عصام اجي بالزربه. لقيتها واقفه في البيت منى وولدي، وهي مشات تجري تهز منى. قلت لها شنو واقع؟ قالت لي اجي تشوف. بان لي شعر منى كاع طايح في الفراش بحال قطعو ولا شي واحد قطعو ليها، قطع لها بزاف من شعرها لدرجه انها بقات تبان بحال الدري. سميرة قالت لي شتي اللي قلت لك هضر فيها شي حاجه ماشي حتى لتما. قلت لها صافي سكتينا. قالت لي تعرف شنو، لقيتني سمعت شي واحد يتمشى في الصالون، سمعت شي باب يتحل، مشيت نجري عند سلمى. لقيتها ناعسة عادي شويه وانا نسمع شي غنى من بيت الدراري. من حليت تصدمت عصام، ما عرفتش واش تثق بيا ولا لا، ولكن شفت هذيك المرأة اللي قالت لنا عليها سلمى كانت تاكل في شعر منى. ومن شفتها بديت نغوت، شافت فيا واحد الشوفات اللي كيخلع. شعلت الضو وهي ما بقاتش تبان، غبرت. ديك الساعه بنتي منى نقزت عليا، قالت لي بابا ما بقيتش باقا الناس هنا. قالت لي دوني الناس معاكم. حتى فؤاد ولي قال لي انا شفت هاد المرأة بصح شفت فيهم. قلت لهم صافي غير سكتوا، يلا حط الناس معانا في البيت. سلمى دابا تخت بيا بابا. غوت عليها قلت لها سلمى ماشي وقت هاد الهضره، سيري راه اختك قدامنا. هذيك الليله جلسنا كاملين مجموعين. الصباح اللي موراها جلسنا نفطرو كاملين كلش ساكت، واحد ما يهضر مع الاخر. كنا نشوفو في الطابله. قلت لسميرة طلقي القران في الدار كامله وحاولوا تهودوا للجرده. قلت شويه ما تبقاش في الدار، نحاول نجيب كلي هاد الليله، ما غاديش نتعطل في الخدمه. ولكن عاود تاني كانت عندي الخدمه بزاف، تعطلت. جيت ديك مع
12 ونص تاع الليل. لقيت ديك البولة ديال الدروج عاوتاني محروقة، ولكن ما كاين حتى شي واحد واقف في الدروج. يلا غادي نجبد تليفوني من جيبي، حتى كنسمع شي صوت مورايا، صوت بحال كيميل وكيتألم. درت باش نشوف شنو كاين، لقيت المرا متكية في الأرض كتلوى بحال شي لفعة، صوتها بحال شي راجل. هاديك الشوفة اللي شفتها تجمدت في بلاصتي. كانت هذيك المرة الأولى اللي نحس بالرعب، لدرجة أني ما قديتش نتنفس، ما بغيتش نغوت لحقاش غادي نخلع الدراري. شوية هزيت راسها وبدات تشوف فيا، تشوف وراسها كيتمايل، كيميل لجهة اليمين. بديت نرجع للور خايف منها. شوية ندور ملقيت والو. ملي شت قدامي شت شهاب اللي جاية من جهتي، كانوا عينيها كيبريو واخا كان الظلام، ولكن عينيها كانوا باينين. كثرت ما تخلعت غمضت عينيا وبديت نقرا القرآن، آية الكرسي. ومن حليت عينيا لقيت كلشي طبيعي، حتى الضو ديال الدروج شال وما كاينه حتى شي حاجة. ولكن تليفوني بدا كيصوني والنوتيفيكاسيون اقترحوا نطلقو بحال عاد تطلق الويفي ولا ما نعرفت. لقيت شي 50 ابيل، اغلبية من مراتي ومن المدير ديالي. بقيت مصدوم، كنشوف كنقول ما يمكنش، فوقاش وصلوني هاد لي زابيل كاملين؟ علاش ما حسيتش بتليفوني اللي كان يصوني؟ دخلت لقيت سميرة داخل في البيت كتبكي. قلت شنو واقع؟ واش شي واحد من الدراري وقعت له شي حاجة؟ قالت لي فين كنتي؟ شحال انا نصوني لك، كنلقى بواط فوكال. فين كنتي؟ ما تقوليش الخدمة، حقاش المدير ديالك صونا عندك في الدار اللي ما جاوبتيهش، وقال المفروض تكون رجعتي قبيله. قلت لها صافي غير سمحي لي، كانت عندي الخدمة على برا والمدير ما كان سايق الخبر. قلت لي شنو خدمة مع 3 تاع الليل؟ قلت لها عافاك سيرة الناس خليني عليك من بعد ونشرح لك. قالت لي مهم العشاء راه محطوط، تعشى وسيرة الناس. قلت لها لا في ما ناكل، ملناش دابا. بقى سهران انا جالس في الصالون ونفكر واش هادشي اللي صرا ليا؟ شكون هي هاد المرا؟ دماغي هدا عليا، ما بقيتش قد نفكر ونعس بزاف مني. اتفقت على شي صوت جاي من الجرده. من طلعت من البالكو بانت لي هذيك المرا واقفه في الجرده كتشوف فيا. ديك المرا تكون عندها شي 50 عام. اللي خلعني فيها هي ديك الوقفه ديالها، كانت واقفه بالمقلوب على يديها ورجليها، كلشي عاطيها للفوق وظهرها من جهه لتحت. كضحك ليا كتشوف فيا بدوك العينين كيخلعو. ديك الشوفه ما بقاش تمشي لي من بالي، بقوة الخلعة طاح لي الماء في ركابي. بديت كنقرا القرآن في نفسي، بدات تحرك بالزربة وشوية يتغبر. شفت الساعة بلي الفجر وأذن. توضيت وصليت ودخلت باش الناس. لقيت الدراري ناعسين معنا في البيت. نعست شوية تنوضني مرتي تقول لي عصام نوض عصام. شنو واقع؟ قلت شي واحد راه في الحمام يدوش. قلت لها بصح سمعت الماء هابط. قلت لها راه يكون شي واحد من الدراري. قالت لي الدراري كاملين ناعسين. نط باش نشوف شنو واقع، مرتي واقفة مورايا كان بصح شي واحد كيدوش. مديت يدي باش نحل الباب وهي كتعيط. ملي حليتو بانت لي شي مرا واقفة وعاطياني بالدار والماء هابط عليها ولابسة حوايجها، كانت لابسة كلها الكحل. نتوما عرفتو شكون هي؟ سميرة بدات خايفة بزاف، بدات صوتها كيعلى تقول لي شكون هادشي؟ سمعتنا بقات واقفة ما تتحركش، بقى غير راسها اللي كيدور طاجيتنا ولحمها في جهة أخرى. ملي شافتنا وهي تقطع الضو. سميرة شدت لي في يدي قوة الخلعة كتغوت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت يلا نحيدو منا. جبت تليفوني باش نضوي وغير بشوية ما نوضوش الدراري. سميرة قالت لي صافي انا مبقيتش معاها. ملي كنت راجع شي حاجة شدت لي في رجلي. انا بقوة الخلعة مقديتش نشعل الفلاش باش نشوف شنو صاري. سمعت داك الصوت هو يدندن، نيت ديك الأغنية اللي كانت تغنيها بنتي. شوية ويرجع الضو.
رجعت ما لقيت حتى شي حاجة. سميرة جات لجهتي وقالت لي: شنو هاد الشي اللي كيوقع يا عصام؟ خطرة وحدة سمعو الدراري يغوتو وحنا نمشيو نجريو للبيت. سميرة دخلات قالت لهم: واش واقع؟ سلمى قالت لها: كان شي واحد معنا في البيت. قالت لها: كانت هي اللي شفتها ديك المرة، كانت ناعسة في الفراش ديالكم ومغطية. وانا قلت لها: بركة بركة ما تخرفي. قالت لي منى: عندها الصح، حتى حنا شفناها. ملي بدينا نغوتو عليكم مشات ومبقاتش تبان، بقات مرتي تنغزني تقول لي: عصام عصام شنو واقع؟ قالت لي: شنو غنديرو؟ قلت لها: يمكن غير نتخيلو. قالت لي: واش راك تنص عليا ولا واش؟ ما شتيهاش بعينك؟ حنا شفناها انا وياك زعما. بديت كنتنعد، جبت التليفون باش نشوف شحال الوقت، ولكن تصدمت. لقيتها 2 د الليل. ما فهمت حتى شي حاجه، ماشي ناس 6 الفجر. ما عرفتش كي ولات رجعت 2. شفت سميرة قلت لها: باش انا رجعت البارح بالليل. قالت لي: مع 3. قلت لها: واش قلت لك من بعد؟ قالت لي: غتبقى في الصاله ود الفجر. شوفي شحال الساعه. ملي شافتها لقيتها 2 حتى هي تصدمات. قالت لي: كيفاش هادشي يوقع؟ قلت لها: انا ما فاهم والو. البارح ملي دخلت للدار كانت يلاه 12، لكن طلعت عندك لقيت حتى 3 د الليل. ودابا ها انت تشوفي، انا ما نعست حتى صليت الفجر. تصدمت من لقيتها يلاه 2. نعسنا ديك الليله ما صرا والو بعدها. قالت لي: خاصنا نخرجوا ضروري من هاد الدار. قلت لها: فين غنلقاو بحال هاد الدار؟ غنحاول هاد الليله نرجع بكري. ونيت هذيك الليله رجعت بكري مع ديك 10 نتاع الليل. لقيت سميرة عاوتاني جالسه في الصالون. قلت لها: كي دايره؟ لاباس عليك؟ انا ما تعطلتش كيما وعدتك. ما كنسمعش حس الدراري في الدار. سولت عليهم، قالت لي: راهم جالسين في الجرده. قالت لي: واش نسخن لك العشاء؟ قلت لها: فيه نموت نتاع الجوع. مشات للكوزينه وانا نمشي للبالكون نطلع الاولاد. كنت فرحان نطلع عليهم نلقاهم يلعبوا، ولكن الصدمه من طلعت ما لقيتهمش. لقيت اصلا طوطه في الجرده. رجعت للكوزينه باش نشوف سميرة نقول لها بلي ما لقيتش الدراري. توصلني ميساج في التليفون. من شفتو لقيت مراتي مصيفطه لي ميساج تلاني: هزيت الدراري مشيت نبات مع امي. اليوم راني خليتك الماكله في الكوزينه، قدو ما نباتوش معاهم تتعشى ونعس بلا ما تسنانا. من قريت الميساج تصدمت. بديت نقول: شكون هي هذيك اللي كانت في الصالون؟ شويه وسمعها تقول لي من الكوزينه: العشاء واجد عصام. عاودتها 3 مرات، كل مره صوتها كيزيد يغلاط. الرعدة شدتني بالخوف. بديت نتمشى على صباحي باش ما تسمعش الحس. من دخلت للكوزينه ما لقيت والو، لا عشا ولا ديك المرا. خرجت نجري، تركنت في الصاله. في ديك الساعه طفى الضو، زاد كمل عليا. شحت الفلاش وبديت نضوي بيه في كل جهه. شويه تبات لي واحد اللعبه ديال ولدي فؤاد، طوموبيل صغيره كتحرك غير بوحدها وجايه من جهتي. حيدت من تما، مشيت نجري للجهه الاخرى. مشيت راجع مدور، ما بغيتش نعطيها بظهري. قدرت على الخوف، مشيت لبيتي وسديت عليا. وهنا كانت الصدمه، شي واحد كيجر لي في الغطا. يديا واخا كيترعدو ويرجفو. هزيت التليفون وضويت في ديك الجهه. لقيت نفس هذيك المرة هي تطلع عليا ومخبيه، كيبانو لي غير عينيها وشعرها بحال ما باغيهاش نشوفها. بدات كتشوف فيا ووقفات. انا مقديتش نتحمل داك المنظر وغيبت. من فقت لقيت مرتي وولادي دايرين بيا. مرتي تقول لي: شنو واقع؟ شنو اللي خلاك تغيب بحال هكا؟ قلت لها: علاش؟ شنو وقع؟ قالت لي: ملي رجعنا للدار لقيناك طايح في الارض ومغيب. قلت لها: لا ما وقع والو، يمكن غير طاح الطونسيون صافي. قلت لي: غدا نمشيو للطبيب. قلت لها: لا ما كاينش لاش. فؤاد ولدي جا قال لي: بابا واش انت اللي جبت لي طوموبيلتي؟ تصدمت، عرفت بلي كاع هداك الشيء اللي صرا بصح، ما كنتش غير نتخيل. قلت له: انا اللي جبتهم. قال لي: بابا حشومه عليك، راك خسرتيها. قلت له: لا ما خسرتهاش. قال لي: ها انت شوف بعينيك. قلت له: اسمح لي ممكن ما رديتش البال. عفطت عليها،
نشري لك واحدة أخرى. هذيك الليلة دازت عليا كلها رعب، كوابيس، ما قديتش الناس. كنشوف هذيك المرا تابعاني كتجري مورايا. فقت الصباح قلت في راسي غادي نسى كاع هداك الشي وغادي نبدا خدمتي عادي. تا ولادي حسيت بلي والو طبيعيين، ما كان حتى شي حاجة غريبة. قلت لهم فين راه منى؟ قالت لي سلمى راه خليتها في البيت تلبس حوايجها وغادي شوية. سمعنا غواتها. من جينا للبيت قالت لي بابا بابا، وجات تجري وعنقتني. قلت لها شنو وقع؟ قالت لي هذيك المرا كتجرني من تحت الناموسية، كانت باغية ديني معاها. سميرة تقول لي شوف شي واحد يقرنا في الدار، راه الدار مسكونة فيها شي حاجة ماشي طبيعية. الدراري بداو يغوتو من شافو داك المنظر، ومن شافو اختهم خلوها. قلت لهم صافي صافي، هادشي غير وهم، غير تخيل لينا غادي نقراو القرآن وغادي نمشي. قالت لي سميرة انا عييت من هادشي. قلت لها غدا غادي نمشي عند السمسار ونشوف شنو واقع في الدار. قالت لي انا متيقاش، هادشي دارنا مسكونة وخصنا نتصرفو. الدراري بقاو مخلوعين بزاف، بقيت جالس حداهم تداهم الناس. ملي مشيت عند السمسار نقلب عليه ملقيتوش، صوني عليه لقيت الماء طافية. رجعت قالت لي سميرة راه هضرت مع باه وقال لها راه شاف لي مع صاحبو فقيه ديال الجامع، هو غادي يجي يقرا لنا القرآن في الدار، كانت شي حاجة ما غاديش تبقى. هذاك الفقيه جا مع 7 د العشية، غير دخل مع الدار حط يدو في قلبو وبدا يقرا في الدار كاملة. من بعد مشى عند الولاد بدا يرقي فيهم، عطانا شي آيات ووصانا نقراوهم كل نهار باش نتحصنو. جرنا الجن، قال لي ولدي رد البال، هاد العتبة ديالك معجبتنيش. انا غير دخلت قلبت تقبض عليا، احسن حاجة تقديرها هي تخرج من هاد الدار. قلت ياك جيتي وقريتي عليها. قال لي ولدي انا درت اللي عليا ونصحتك، وانت دير اللي بغيتي، خاصك تعتق ولادك وعائلتك وخاص تخرج من هاد الدار. مشى وخلاني كمل عليا، كنت مخلوع زادني خلعة اخرى. هذيك الليلة قلت للدراري صافي ما بقاوش والو، بقى والو في الدار. راه الفقيه جا وقرا على الدار كاملة، ما غاديش تبقى حتى شي حاجة، ما غاديش تبقى تشوفوا هذيك المرا. ولكن واخا هاك خافوا قلت لي نبقى ننسو معاكم. اليوم في ديك الليلة فقت على صوت في الكوزينة، شي واحد كيحل الثلاجة وكيعاود يبلعها. ملي وصلت للكوزينة لقيت سلمى بنتي كتحل الثلاجة وكتعاود تبلعها. واش راكي ديري؟ واش حماقيتي ولا شنو؟ ما جاوبتنيش، ولكن درت واحد الحاجة صدمتني وخلعتني. جبدت واحد الميكا كانت في الثلاجة فيها اللحم، حلاتها وبغيت تاكل منه خضر، كتجر فيه بسنانها. غنشدها نقول لها مالكي شنو عندك؟ طلقتني من يدي مشات تجري للطواليط. دخلت وسديت على راسها وانا ندق عليها والو مبغاش تحل. ديك الساعة الباب ديال بنتي ديال بيتها تحل، تبان لي خارجة من بيتها. خرجت وتبان لي بحال عاد فايقة من الناس. تقول لي شنو واقع بابا؟ شنو هاد الصوت؟ انا من كطق في الطواليط. لا ما كان والو بنتي، غير رجعت للناس. سميت الله وحليت الطواليط. تما كانت الصدمة. لقيت ديك المرا جالسة تحت الدوش وكتاكل في هداك اللحم خضر. سديت عليها الباب مبغيتهاش تخرج، وهي كتجر من الداخل خطرة واحدة الطوط تقطع. وانا شاد الباب وكنغوت لمرتي وكنقول لها فيقي الدراري فيقي الدراري. هي تقول لي شنو واقع؟ قبل ما تزيدي معايا في الهضره فيقي الدراري حتى نخرجوا من هاد الدار. وقالت لي غادي نخرجوا من هاد الدار. قلت لي علاش غادي نمشيو؟ قلت لها صافي شحال فيك ديال الهضره قوه الهضره فيقي الدراري وخرجوا نخرجوا. وفعلا ديك الليله مشينا بتنا عند الوالده في دارها. دازت 3 ايام لقينا دار اخرى تحولنا ليها. مور واحد السيمانه رجعت لداك الحي، بديت نسول في الجيران شنو واقع في هذيك الدار. مشيت سولت واحد الراجل كبير قال لي هذيك الدار كانوا ساكنين فيها واحد المراه هي وراجلها، دي شي 20 عام. صراحه ما بقيتش عاقل على سمية المراه، ولكن عاقل على راجلها لحقاش كان صاحبي سميتو محمد. ولكن كانوا ديما متابزين. واحد النهار فكنا الزنقه كامله عامره كلش مخلوع كيغوت. قالوا بلي ديك المراه ناضت بالليل قتلت راجلها وولادها كاملين. جينا نعيطوا للبوليس، ولكن قبل ما يعيطوا لهم كانت بحال راسها. من ديك الساعه هذيك الدار حتى واحد ما كيقرب لها، حتى شي واحد اللي يقرب لها يسكن فيها
شهرين 3 شهور يخرج بالزربة. قلت له واحد السمسار هو راه زرفني فيها، قال لي ما كان حتى شي سمسار في هاد الدرب. يكذب عليك. هذيك الساعة عاد ارتحيت من عرفت قصة هاد المرأة. الدار الجديدة كانت زوينة وخا صغيرة على الدار الأخرى، ولكن كنا فيها مرتاحين، كتبقى رامية. ما بدا داكشي ما صرا والو. حنا كتسالي قصتنا، نتلاقاو في قصة جديدة. ما تنساوش جيم ابوني القصة الجاية ان شاء الله.